لقيت البطاطا في السوق، يبقى لازم اعمل الصينيه دي. عملت صينيه طعمها مختلف وخطيره يا جماعه بالبطاطا. الكل هيسالك على الطريقه، وخصوصا ان مكوناتها بسيطه جدا، ما فيهاش اي خزعبليات. طب يلا بينا نشوف هنعمل الطريقه الحلوه دي ازاي. اول حاجه انا جبت كيلو ونص من البطاطا، غسلتهم كويس جدا وقطعتهم بالشكل ده. في الوك هنحط البطاطا ونحط عليهم كوبايه من الميه، ونسيبهم على النار كده تستوي وتتهري معاكي. في الخلاط نص كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، عندي معلقتين كبار من القشطه، ومعلقتين كبار من الزبده، وباكت من الكريم كراميل. ضرب ضرب في الخلاط وبقت جاهزه معايا. هنا خلاص البطاطا استوت، هرستها وهي سخنه. بعدين هنزل عليها بكل السوائل اللي انا ضربتها في الخلاط، وهنقلب كله مع بعضه. عادي ممكن نكتفي بكده، انما لو انتي حباها كريميه اكتر ممكن تضربيها في الكبه بالهاند بلندر براحتك خالص. بقت كريميه. الفرن شغال عندي، حطيتها في الصينيه بتاعتي وفردتها كويس. هنا هتفضل في الفرن من تحت ربع ساعة بالكتير، وبعدين نفتح لها الشواية تاخد لون وتخرج بقى، وبنزينها بالكراميل بالشكل كده من الفوق. والله يا جماعة طعمها في حتة تانية، بجد لازم تجربيها، لان كل اللي هيدوقها منك هيطلبها منك تاني. بالهنا.